الفيديو ده مهم جدا جدا. عشان الفيديو ده مهم لازم تعمل لايك وشير للفيديو، ولو انت مش متابعني تابعني وبرضه اعمل لايك وشير. من كام يوم انا بتفرج على فيسبوك لقيت فيديو ظهر قدامي لمينا ماهر، مراسل قناه الاهلي السابق الزملكاوي، واللي بعد كده لما عرفت اداره القناه واداره النادي الاهلي ان هو زملكاوي مشوه، وبعد كده اشتغل في قناه الزمالك، وحاليا هو من الناس المعروفين على السوشيال ميديا من صناع المحتوى الزملكاوي. الحقيقه الراجل ده كان عامل فيديو ولفت انتباهي ان هو بيتكلم عن كاس العالم للانديه، ولكن هو كان بيتكلم وهدفه حاجه واحده بس، ان هو في اخر الفيديو يوصل لك معلومه واحده، انه في انديه عريقه، هو قال كده بالنص انه في انديه عريقه ما شاركتش في كاس العالم للانديه، وان الفيفا ظلمت الفرق دي وحرمت الناس من الكوره اللي كانوا هيقدموها في البطوله وكانوا هينجحوها اكتر. الانديه دي كان اللي هو ذكرهم كان ليفربول ومانشستر يونايتد وارسنال وسلتيك الاسكتلندي وبرشلونه والنصر السعودي والزمالك. انا ما اعرفش هو يعني كل الكلام ده كله معمول عشان خاطر تقول الزمالك؟ ماشي. على العموم انا هسمع كلامك للاخر، بس انا عايز اقول لك ان الانديه دي ما شاركتش عشان في لائحه البطوله بتقول انه لازم تكون بطل دوري ابطال اوروبا او بطل دوري ابطال افريقيا او اسيا كده يعني، في اخر 4 سنوات قبل ما البطوله تقام. يعني احنا بنشارك في 2025، اللي واخد 24 و23 و22 و21 الاهلي والوداد هم اللي متاهلين. طيب ليه الترجي والوداد ليه الترجي وصن داونز عفوا وصلوا لكاس العالم للانديه؟ لان هم اللي بعد الانديه دي في التصنيف. طب التصنيف ده بيجي ازاي؟ لان الناس دي بتشارك في البطوله وبتوصل لنص النهائي مثلا، بتوصل لدور المجموعات وبتعمل نتائج معينه كده، او عدد الفوز، كل النقط اللي هي بتجمعها طول البطوله بتحسب لها في الرصيد بتاعها سنه ورا سنه، فالتصنيف بتاعها بيتحسن. تمام. فالحقيقه الزمالك بعيد جدا عن التصنيف وبعيد جدا عن البطوله، بقاله 23 سنه ما بياخدهاش. واخر فتره اصلا اخر 3 سنين او اخر سنتين نادي الزمالك كان بيشارك في الكونفدراليه. فهو هيدخلك ازاي؟ يعني هيقول لك هل انت مثلا اهلا وسهلا ازيك يا نادي عريق خش اتفضل؟ مفيش حاجه كده في الدنيا يا ريس. يعني يا استاذ مينا، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها أصل دي نادي عريق. لو انت هتدور على الانديه العريقه هتلاقي كتير قوي في العالم انديه موجوده. يعني البرازيل ليها 4 فرق مثلا موجودين، ولا 3 فرق موجودين دلوقتي في البطوله. لما في فرقه اسمها انترناسيونالي من اشهر الفرق عندهم وفرقه عريقه برضه ما دخلتش مثلا يعني. فانت يعني ايه ما تخشش في الحته دي شويه. واقول لك على حاجه كمان، احنا في فتره كان الكابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه كان ماسك المنتخب المصري في 2006 2010 و2008، واخد 3 بطولات افريقيا من 2006 ل 2010، واخد 3 بطولات افريقيا متتاليه. تمام. وبعدين كنا بنشارك في كاس العالم في تصفيات كاس العالم وما وصلناش. هل الفيفا كان هيجي يقول مثلا أصل منتخب مصر ده بيلعب كوره حلوه واخد 3 افريقيا ورا بعض فاحنا هنأهله كده لكاس العالم عشان هو بيلعب كوره حلوه؟ ما فيش الكلام ده خالص. يعني في كره القدم في لائحه وفي نظام للبطوله، وانت المفروض لو هتدور على الحقيقه ما تقعدش تقول فلان دخل ليه وعلان دخل ليه. المفروض تقول انا ما دخلتش ليه. انت ما دخلتش عشان انت بقالك 23 سنه ما بتشاركش في دوري الابطال، ودلوقتي بتشارك في الكونفدراليه كمان، فانت عمر ما مستواك هيتحسن الا لما تخش البطوله، وعلى الاقل تاخد مركز فيها قريب من المراكز اللي هي في الاول علشان خاطر تحسن تصنيفك وتبتدي تبقى مؤهل. هو ده السبب الرئيسي يا استاذ مينا، مش ان انت نادي عريق فلازم تخش. مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. ده كان توضيح للكلام اللي انت قلته وانا رديت عليه. لغايه هنا انا الفيديو خلص. لو لسه بتتابعني لغايه دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.